الخير أو مساء الخير على حسب بتشوفوني امتى. يلا نعمل أحلى ناجتس لولادنا بطريقة صحية وأنضف من اللي بنشتريه جاهز. هجيب الكبة بتاعتي، هنزل بنص كيلو من صدور الفراخ اللي أنا مقطعاها قطع صغيرة. تمام. هنزل بعد كده ببصلاية وبطاطساية مسلوقة. تمام، مسلوقة كويس. هبدأ أنزل ب3 معالق كبار من النشا، وبعد كده هنزل بمعلقة من الملح، نص معلقة من بهارات الفراخ، البابريكا والزعتر، ورشة كده من الفلفل الأسود، وبصل وتوم باودر. تمام تمام. وهبدأ أنزل بمعلقتين كبار من زيت الزيتون. هضرب الكلام ده كله كويس قوي في الكبة. وبعد كده هجيب طبق صغير فيه معلقة من الزيت. لو حسيت ان اللحمة كده بتلزق معايا هبدأ احط ايدي في الزيت واشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي طبق فيه بيض وحليب وملح وفلفل اسود، والطبق التاني فيه بقسماط. كأنك بتعملي بانيه بالظبط. هبدأ احط من هنا لهنا، ولو عايزة الناجتس يبقى خشن شوية ممكن تضيفي شوية كورن فليكس مفرومين على البقسماط. هبدأ بقى اعمل الخطوات دي واخلي بالي وانا بشكل عشان العجينة بتبقى لسه طرية. تمام تمام. تقدري بقى تشكلي الشكل اللي انت عايزاه، شكل الناجتس اي شكل انت حباه، مربع، دايرة، اي حاجة انت عايزاها يعني. وهنزل في خليط البيض واللبن، وبعد كده في خليط البقسماط. هبدأ اشكل الكمية بتاعتي كلها واخلي بالي ان انا ما بوظش الشكل. احاول اسويه على قد ما اقدر كده عشان يطلع كلهم في الاخر قطع متساوية معايا. لما اخلص الكمية بتاعتي كلها اقدر احتفظ بيها في الفريزر المدة اللي انا عايزاها، مش هجرالها اي حاجة نهائي، واطلع على قد الاستخدام. انا قررت احمر دول في الاير فراير. بعد ما طلعوا معايا بصراحة كانوا مقرمشين وطعمهم تحفة، انضف من اللي بشتريها من بره. جربوها وبألف هنا وشفا.